النادي الاهلي مش صريط اللسان، النادي الاهلي مش سباب ولا فاحش ولا بذيء. الاهلي اكبر من كده بكتير. عنصر الاهم والفاعل الحقيقي في منظومة نجاحات النادي الاهلي، وهي جماهيره او جماهير الاهلي العظيمة. يعني يا جماعة، لو في حد او هناك من يتحالف للعمل ضد الاهلي، هتفضلوا انتم الداعم الاول، هتفضلوا انتم الداعم الاول، هتفضلوا انتم الحصن والامان، هتفضلوا انتم برضو الشريك الاساسي لانتصارات الاهلي والحمد لله الكتيره، وهتكونوا برضو انتم الظهر والسند وقت الاخفاقات والحمد لله قليله. في الحقيقه والكلام ده مهم جدا، الوقت ده محتاج تكاتف كل عناصر نادينا والمحبين باخلاص، وعلينا احنا كمان كمجلس اداره نشتغل ونشتغل ونشتغل. ده حق الناس علينا وواجبنا تجاه الناس. وقبل ما انهي كلامي برضو حته مهمه جدا، مش عايز حد ينسى ان النادي الاهلي نشأته 1907 نشأة وطنية، اساسها الوطنيه، ومش هنسمح لحد ابدا يزايد على وطنيه الاهلي وادارته وجماهيره. وهيبقى الاهلي باذن الله داعم لكل مؤسسات الدوله، وداعم لقيادات الدوله والقياده السياسيه. محدش يزايد على الاهلي، وخلوا الاعلام ما تدوش فرص لحد يزايد. في النهايه بشكركم جدا على وقتكم.